السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بحبكم كتير كتير. اللهم صل على النبي. صلوا كلكم على النبي يا ولاد كده، ونبدأ يومنا الحلو الجميل. وقلت النهاردة هعمل بقى روتين معاكم كده حلو. وبتمنى منكم بقى الفيديو كده يترفع وكلكم تحطوا لايكات. امانة عليكم اللي يشوف الفيديو يحط لايك ويكتب لي كومنت حلو كده من عندكم تشجعوني علشان المشاهدات بتاعتي تعلى كده وتترفع يا رب. بحبكم كتير يا احلى عيلة في الدنيا. هعمل النهارده معاكم بقى ايه، والفيديو ده برعاية تصوير سوسو. المهم بقى ايه، هعمل النهارده سمك مقلي، وهعمل رز كده بشعرية، وسلطة خضراء بقى بلدي، والفضل ونعم من عند ربنا. حطيت هنا الطاسة دي فيها زيت تسخن على ما اعمل السمك واتبله. حطيت معلقة سمنة كده كبيرة حلوة علشان هحمر فيها ايه، هحمر فيها الشعرية. وهعمل رز بقى بشعرية النهارده. الرز بتاعنا مسكته غسلته كده حلو ونقعته على ما احمر الشعريه بقى. حطيت كده شويه شعريه حلوين، لان ولادي اصلا ما بيحبوش الرز ياكلوها ابيض كده، بيحبوا رز مفلفل حبايه وحبايه، او بيحبوا رز بشعريه او رز احمر. ما بيحبوش ياكلوا الرز ابيض كده خالص. وبالذات سوسو ملهاش في اللبن، مش بتحب اللبن. ففي اي حاجه بيضه مش بتحبها وبتاكلها. تقول لي انت حاطه يا ماما على الرز لبن، اقعد احلف لها 30 يمين يا بنتي والله الرز ده رز ابيض مطبوخ بميه. تقول لي لا. المهم بقى ايه، الشعريه بتاعتي حمرتها. انا بحب الشعريه حمرا محنيه كده صفرا، ما بحبهاش حمرها زايد، بحس ان هي بتمرر كده. بحبها يا دوب ايه صفرة كده وحلوة، بتبقى حلوة يعني في الرز. وبمسك الرز الاول امسكه اشوحه كده مع الشعرية، علشان لما الرز بيتشوح كده مع الشعرية بيبقى جميل وبيدي ريحة حلوة قوي قوي. والمية عندي مغلية، بقوم حاطة على المية المغلية بقى في دقيقتين بيكون الطبخ. وبعدين بقى مهديه عليه النار واسيبه بقى يكمل تسويته كده مع نفسه. المهم تصوير سوسو بقى ما اقولكوش تصويرها، استغفر الله العظيم يا رب. المهم بقى ايه، سامحوني بقى على التصوير يا اولاد، والله انا مستخسره الفيديو، لان انا المفروض كل يوم اصلا انزل فيديو، محدش يتريق عليا ولا يقول لي مش عارفه ايه. شايفينه ايديها كل شويه تيجي على الكاميرا. سوسو اصلا عيله فاشله. المهم انا بعمل بتاع التتبيله بتاعه السمك، بعملها بقى شطه وشبت بقى كده وعود كزبره ومش عارفه ايه وبهارات. بس لقاء القولون عندها تعبه وكلنا يعني القولون تعبنا، فمرضتش احط فيه توم ولا اعمل فيه تتبيله من دي. اهم حاجه انا مسكته غسلته كويس اوي اوي اوي، بقت ريحته جميله مفيهوش اي ريحه زفاره خالص. عملت له كده محلول دقيق وليمون وملح ومعلقه سكر، وقمت ماسكاه وخل، وقمت ماسكاه كده غسلاه كويس اوي اوي بعد ما اتنضف، ونقعته كده دقيقتين مع في التتبيله دي. ما كترش عن كده في الوقت علشان الخل بيهر السمك، فهم يا دوب بس دقيقتين اتنين كده. مسكت شطفت شطفه حلوه كده، وقمت بقى ايه على طول عاملاه. قمت بقى ايه مسكته كده قبل ما احطه في الدقيق، قمت ماسكاه حشياه من جوه. شايفين دي البهارات بتاعتي دي، كمون وفلفل اسود وملح. مسكته كده رشيت فيه من جوه كمون وفلفل اسود وملح بدل التتبيله زي ما قلت لكم، عشان يبقى طعمه كده ايه جميل كده زيكم يا حلوين يا انتوا يا امامير يا سكر يا سكاكر. المهم بقى ايه، عملت بقى الخلطه في التتبيله. تبلت الدقيق برضو بملح وفلفل وكمون وبهارات سمك. عشان بقى ايه يدي، اما بقى احط التتبيله كده على الدقيق بتبقى السمكه معايا مقرمشه وحلوه كده وناشفه وجميله. المهم بقى ايه، السمك اهو بيتقلى معايا، شايفين زي الفل كده زي العسل. السكر تسلم ايدك والله يا بنتي يا ام زياد، تسلم ايدك والله يا اولاد. لو وصلتوا هنا لغايه الفيديو، لو لغايه هنا من الفيديو قولوا لي كام شفتوا، كام عدد سمكه في الفيديو عشان اعرف ان انتوا شفتوا الفيديو للاخر. قولوا له كان كام سمكه في الطاسه، اللي هيقول لي هديله الرقم، اللي هيقول لي شاف كام سمكه في الطاسه هديله الرقم يا ولاد. تنسونيش في اللايك وارفعوا الفيديو، والله انا بتعب قوي قوي في الفيديو يا ولاد، والله بتعب وعايزه تفاعل كده كتير. والبنت سوسو والله تعبت في التصوير. المهم بقى انا قاعده بطلع في السمك، والسمك حالف ما يطلع. اه يا سمكه تعالى اطلعي في المعلقه، ما انا ماسكه التليفون بايد وبصور بايد، علشان سوسو كانت راحت مش عارفه راحت تعمل ايه، وقاعده اندهى عليها يا سوسو تعالي صوري، يا سوسو تعالي كملي تصوير.
قاعدة ايه اهو، قلت بقى سيب السمك ينحرق على ما تبقى صوصه الجلي يكون ايه، يموت الحمار ما كان ما يقول صاحبه، ولا مش عارفة بيقولها ايه. المهم بقى ايه، طلعت السمك اللي كان حالف ما يطلع من الزيت، وحطيت بقى دور كمان اهو. والرز بتاعي بقى ايه كان بيكمل تسويته كده، وهديت عليه. إيه وبعدين قلت سوسو كانت في الوقت ده كانت بتجيب لي طماطم عشان اعمل سلطه. قلت لها روح هاتلي طماطم من التلاجة، تقول لي لا هكمل تصوير. اقول لها بس روح ارحميني منك ومن تصويرك، وروح هاتلي طماطم يا بنتي عشان اعمل سلطه. بتشلني كده على ما تعمل لي البتاع. المهم انا قعدت احشر في السمكه دي، قلت والله لازم احطهم 4 شايفينه. وقمت بقى بعد ما طلع كده احمر جميل محن ازاي. الف هنا وشفا يا رب عليا وعلى اولادي وعليكم كلكم يا رب. يا معايا يا رب، الجودة بالموجودة والموجود عندي بصوا أحسن من أي حاجة في الدنيا. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، يحفظها من الزوال. سوسو كانت جابت لي الطماطم، وقمت بقى قلت لها يا بنتي هاتي طماطميتين يا بنتي. راحت ملت لي البتاعه دي طماطم، شايفين بتصور ايه والله العظيم عيله ملاها حال. المهم ايه، ومسك الواد زياد مسك السكينه قاعد يقطع لي بقى، معرفش بيقطع لي بقى ايه على السطح، قام ماسكها لي قطع كسر لي نصين. الله يسامحك يا زياد يا ابني ويهديك. المهم بقى ارمي السكينة، لا لازم استعملها بقى. ده السكينة ده انا كنت جايباها ب5 جنيه، عارفين يعني ايه ب5 جنيه؟ هو انا لاقيه ال5 جنيه في الشارع؟ اسكتوا اسكتوا اسكتوا. انا بفضل ورا الحاجة لما بصوا حلف. والبت مليانة البتاع طماطم، قمت عاملة من طماطم وخيارية واحدة، وسبت خيارية وفلفل. قمت عاملة نص قرن الفلفل وعينت نص المرة تاني. مش بخل والله العظيم ده، بس انا ايه بحب كده ايه ادبق كل حاجة وامشي على قدي، علشان ربنا يديم علينا الستر يا رب والنعمة من عنده. المهم بقى ايه، الخيار ده جميل. الخيار ده كان ب10 جنيه، كنت جايبة نص كيلو ب5 جنيه، بس كان خيار عسل عسل كده. الله يرحمك يا بابي كان بيجيب لنا ايام الخيار ده، كان بيزرعه في القطن كده، كانت الخيارية تلاقيها ايه، تلاقيها كده لها ريحة وطعم قريب الدنيا. كنا نروح الارض القطن يا اولاد والله العظيم، كنا ناكل الخيار من غير غسيل ولا من غير اي حاجة، وكانت الخيارة بيبقى طعمها حلو. الوقت الخيارية شايفين بتبقى كلها مية، ولا لها ريحة ولا لها طعم. وتحط الخيار في قد الصبع كده في التلاجة، تقوم الصبح تلقاه الخيارية قد البغلة بيكبر في التلاجة. بيكمل نمو في التلاجة من كتر الهرمونات والبتاع. المهم ده السلطة بقى بتاعتنا ايه اهو. شوفوا عملت نص قرن الفلفل وعينت بقيته، وعملت خيارية واحدة وعملت خيارة ما هي صوصه بقى ايه. راحت يا سوسو تروح تجيب لي كل اللي في التلاجة وتيجي. ده بقى كان الغدا بتاعنا النهاردة، في الدفا بقى والاكل سخن كده، والدنيا كانت برد وبتشتي. ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركة، ويديم عليكم الصحة يا رب، ويديمكم نعمة في حياتي. أنا بشكركم كلكم والله العظيم، كلكم اخواتي وحبايبي وعيلتي وظهري وسندي، وكلكم محترمين، وكلكم على راسي من فوق، اخواتي وحبايبي الغاليين عليا. تسلموا لي كتير كتير كتير. وانا بعتذر عن اي حاجة في التصوير، بس انا والله العظيم استخسرت الفيديو لاني والله تعبت فيه. وسوسو جابت لي شلال فيه. بحبكم كتير.